اهلا بكم في الفيديو السادس من سلسله شرح سيستم مالي. في الحلقه اللي فاتت قفلنا دايره المبيعات وعرفنا ازاي الاوردرات بتدخل من المودريتور بضغطه زرار. الاوردرات دي اتحضرت اتشحنت وفلوسها اتحصلت. السؤال المرعب بقى لاي صاحب بيزنس، الفلوس دي بتروح فين وازاي اضمن ان مفيش مليم بيتسرب من ورايا؟ عشان كده النهارده هندخل في اول واهم الموديولات الماليه، موديول المصروفات والخزينه او زي ما بنسميه الخزنه الحديد. الشاشة هنا في موديول المصروفات متصممة علشان تكون أسهل واجهة في السيستم، بس الشغل اللي بيحصل في الباك إند هو اللي بيضمن لك إن حساباتك متقفل عليها بالضبة والمفتاح. الواجهة عبارة عن تابتين، العمليات والتحليلات، وفوق عندك 3 كروت بتلخص لك كل حاجة: رصيد الخزينة، الإيرادات، والمصروفات. الطبيعي في أي شركة إن الفلوس بتدخل وتخرج من أكتر من مكان: تحصيل من شركات الشحن، دفع المديونيات، أو أمر شراء بضاعة. في مالي العمليات دي كلها بتسمع في الخزنة بشكل تلقائي تماما، والأهم من كده العمليات التلقائية دي غير مسموح لأي حد إنه يعدلها أو يحذفها. السيستم بيرميها كسجل ثابت علشان يضمن دقة الحسابات، ومحدش يقدر يتلاعب في رقم اتحصل من شحنة أو اتدفع لمورد. التعديل والحذف مسموح بس في العمليات اليدوية اللي انت بتضيفها بنفسك، زي فاتورة الكهرباء مثلا. طيب لو عايز تضيف مصروف او ايراد جديد، بضغط على زرار اضافة عملية بتحدد هي مصروف ولا ايراد، وبتختار التصنيف. والسيستم هنا بيديك مرونة انك تضيف تصنيفات خاصة بيك، يعني تقدر تعمل بند للنظافة او النسريات او حتى السجاير والضيافة، علشان تعرف الجزء الاكبر من فلوسك بيتبخر فين بالظبط. وهنا بقى بتيجي واحدة من أهم التريكات المحاسبية في السيستم، نقطة بتفرق جدا في حساب أرباحك الحقيقية. لو المصروف اللي بتدخله ده عبارة عن باولز للتغليف أو شنط أو لزق، ده مش مصروف إداري عادي، ده مصروف تشغيلي. علشان كده هتلاقي زرار مهم جدا بتعلم عليه اسمه تسجيل كمصروف تشغيلي أو زرار الأوبكس. الزرار ده بيفصل تكلفة التشغيل المباشرة عن المصاريف الإدارية، وبيخليك عارف بالقرش اوردراتك بتكلفك كام فعليا لحد ما تخرج للعميل. مجرد ما تخلص وتدوس حفظ، العملية بتسمع ورصيد الخزنة بيتحدث في لحظتها. وطبعا السيستم مستحيل يقبل ان رصيد الخزنة ينزل بالسالب. نيجي بقى للكابوس اليومي، تقفيل الخزنة اخر اليوم. في مالي انت بتيجي في اخر اليوم قبل ما تقفل السيستم وتدوس على زرار تقفيل اليوم. بتقول للسيستم انت معاك كاش كام في الدرج، ومعاك كام في حسابات انستا باي او البنك. السيستم بياخد الارقام دي ويقارنها باللي مسجل عنده. لو في اي فرق السيستم بيسجله اوتوماتيك كعجز او زياده. الخطوه دي بتضمن لك ان الارقام اللي هي على الشاشه هي نفس الفلوس اللي في جيبك بالظبط يوم بيوم. وعلشان السيستم يفضل سريع وطلقه معاك مهما حجم شغلك كبر، عملنا لك زرار اسمه تقفيل الخزنه. الزرار ده بتستخدمه كل فتره ما تزيدش عن شهر. وظيفته انه بيمسك العمليات القديمه المتشابهه ويجمعها تحت بند واحد علشان يخفف الحمل على الرام. يعني بدل ما السيستم يقرأ 50 عملية تحصيل شحن من شهور فاتت، بيضغطهم ليك في تسجيلة واحدة. وده اللي بيخلي مالي دايما خفيف وسريع. ونختم بتابة التحليلات، ودي اللي بتجاوبك على السؤال أنا فلوسي رايحة فين. بتوريك رسم بياني بيوضح أكبر البنود اللي بتسحب فلوسك، وبشكل افتراضي هي بتلغي من قدامك العمليات الضخمة زي شراء البضاعة وتسديد المديونيات، علشان تركز هي على المصاريف النسرية والتشغيلية. بس لو عايز الصورة كاملة، بضغط على زرار تضمين المشتريات كل حاجة بتظهر قدامك. مع موديول الخزينه في مالي انت مسيطر على خزنتك وعارف كل قرش بيدخل فين بيتصرف فين وازاي. بس الخزنه مش هي كل الموقف المالي في الشركه، وعليك فلوس موردين وعندك اصول. ازاي بقى نراقب كل ده ونتوقع السيوله الجايه في الطريق؟ وده اللي هنعرفه الفيديو الجاي في موديول المديونيات.